ما في فاصل، لأن الخطوط الجوية السعودية وصلت في هذه اللحظات، كنسل الفاصل، وقف الفاصل. محمد سويلم، وصول منتخبكم الأخضر السعودي الصقور في شكل سريع بس معلن عنها في السعودية، في طريقة وصول المنتخب السعودي واللبس الزي الرسمي السعودي العربي، دقلة وبالسعودي يقول مشماق الغترة الحمراء، وأيضا شعار اللوجو شعار الصقور. وعلى فكرة شفنا معاهم صقور في مطار السعودية، مطار الملك خالد، وهذه كلها ترمز إلى العروبة والشراسة والفراسة وكان عندهم هدف خالد أنه يتواجدون بشكل مختلف في هذه النسخة، تحاكي فعلا الحدث الموجود في دولة عربية خليجية على وجه الخصوص، وبالتالي حاولوا أن يحاكون مثل هذا الحدث بإرسال رسالة فيها كثير من الفخر والاعتزاز بالهوية العربية وبالزي السعودي على أيضا وجه الخصوص. فأنا أقول يا خالد هم وصلوا اليوم وهم على فكرة يسكنون الصدر الليلة وكل ليلة، فسعداء حقيقة بوجودهم اليوم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى تكلل هذه الجهود بحضور إن شاء الله تعالى يكون مرضي في خطوة تتبعها بإذن الله تعالى خطوات في المستقبل تخدم المستقبل الكرة السعودية اللي اليوم حقيقة حقق من خلالها المنتخب الأولمبي بطولة غرب آسيا والمنتخبات الفئات السنية، وهذا مستقبل مشرق بإذن الله تعالى، ويجدون الدعم الكبير جدا من الدولة بإذن الله حتى يصنعون مستقبل بإذن الله تعالى مشرق لكرة القدم السعودية. اليوم وجودهم بإذن الله تعالى خطوة في أرض الدوحة، ستكون لها بإذن الله خطوات على أرض الملعب في مجموعة قوية بكل تأكيد، ولكنهم جايين وعندهم رسالة مهمة جدا أودعهم إياه سمو سيدي الملهم الأمير محمد بن سلمان، وطلب منهم الاستمتاع في هذه البطولة الاستثنائية، وأنا متأكد أنه هذا الكلام هو أعطى للاعبين دافع قوي وكبير جدا يقدمونه بإذن الله تعالى من خلال لقاءاتهم في اللقاء الأول واللقاءات اللي تليها بإذن المولى عز وجل. هم حقيقة وصلوا بلدهم، يعني في النهاية بلدهم قطر، والأرض أرضهم تقريبا، يعني مش غريبة عليهم بكل تأكيد. وحققوا بطولات كثيرة في الدوحة، فأنا أعتقد يعني هي فال طيب، التعود على الدوحة شيء بديهي يعني. لا فال طيب أبو محمد، فالمفروض يعني يشعرون انهم يلعبوا في أرضهم، ما يلعبون في أرض هم على فكرة هم هذا الشعور والإحساس موجود عندهم، هاي يعطيهم دافع ترى فني زيادة، ومتفائلين ابو محمد. دائما حضور المنتخب السعودي في قطر له نتائج جدا ايجابيه سواء على مستوى القاره وحتى على مستوى التصفيات المؤهله لكاس العالم. لا تنسى حاجه، اول مره بيلعب منتخب سعودي وحضور جمهور سعودي كبير، هذا قد يمكن يعطيك دافع اللاعبين. يعني تعودنا المنتخبات العربيه غير المغرب والجزائر لانه عايشين في اوروبا في حضور لهم، اما بالنسبه لنا الفرق الخليجيه حضور قليل، هذا المره كنا في ارضك يعني. لا والملعب اللي بيلعبون فيه لوسيل يشيل 80,000 متفرج، يعني بيحب 80,000. هذا بسبب حضور جمهور الارجنتين والسعوديه. 80,000 متفرج 80,000. ولا هذا ملعب كان مخصص للمباراه النهائيه. شوف انت، انا اللي سمعته كبدايه ولا ما كان مخصص النهائي، عشان انه جماهير الارجنتين واجد وجماهير السعوديه واجد، الفيفا حطتهم في هذا الملعب كبدايه كمعلومتي العامه اول كانه مخصص بس المباراه النهائيه. سبب الفريقين بيلعبون عليه بعض المباريات، بس لا تنسى بعد في جمهور هنا قطري وفي مقيمين يبون يحضرون المباراه هاي، فالعدد بيكون كبير. يعني صح كلامك، خصوص هذا الملعب لها شيء. طبعا اكيد ان لجنه منظمه او الفيفا او حتى لجنه المشاريع والارث مقدرين ان في بعض المباريات عليها طلب تذاكر كبير، وهم عندهم اعداد تذاكر هذه الامور، ان لازم تكون في ملاعب معينه تتسع لعدد جماهير اكبر. واول تذاكر نفذت في المونديال هذا من مباراة الأرجنتين والسعودية، أول تذاكر نفذت عليها ضغط رهيب. السعوديين من أكثر الدول اللي اشتروا تذاكر مباريات البطولة بشكل عام، مش بس المنتخب السعودي على فكرة. ثالث أكثر دولة بعد قطر وأمريكا، بعدين المرتبة الثالثة المنتخب أو الجمهور السعودي. حقيقة السعودية في كأس العالم مش منتخب مشارك، في أكثر من فعالية في قطر،
تقوم بها المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال وليس الحصر، يعني البيت السعودي وهو في بداية كورنيش الدوحة بجانب فندق الشيراتون في بداية كورنيش، مسوين لك بيت كبير 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 وجميل. هالبيت في كل معاني الأصالة العربية السعودية، ومشاركين بقوة في هذا البيت من فلكلور سعودي، من تاريخ سعودي، من حضارة سعودية، من إنجازات سعودية، من الفكر السعودي، الرؤية السعودية. جنب هذا المكان في مكان خاص حتى للألعاب التفاعلية اللي تشجع الأولاد الصغار وكذا على التواجد. وأيضا في متحف للاتحاد السعودي لكرة القدم يتكلم عن إنجازات السعودية، في ممر يتكلم على إنجازات الأندية السعودية وكرة القدم السعودية. في شغلات جدا حلوة مسوينها السعوديين عندي أنا في قطر، وقاعد أشوف حتى نشاطهم وتفاعلهم. القنوات السعودية متواجدة وقد تكون حتى مش موجودة بس لتغطية المنتخب السعودي، وإنما حتى لتغطية المونديال بشكل عام. بالمناسبة الصالة رقم 3 في مطار الملك خالد هي كانت مغلقة في فترة سابقة للصيانة وأيضا تجديدها بشكل كبير. تم افتتاح الصالة وهي صالة حقيقة كبيرة جدا وفيها إمكانيات عالية، وتجهيزها وتسخير أيضا 18 رحلة بشكل يومي من الرياض إلى الدوحة. وبالتالي أنا أتكلم عن الرياض، هي أيضا كذلك موجودة في جدة برحلات أقل بشكل نسبي، وأيضا من المنطقة الشرقية. هتكلم عن يومي. فأنا أعتقد أنه الحدث حقيقة يمثل حافز للجميع، والدول أيضا تعاملت حقيقة الدول الجوار. بالنسبة لنا أتكلم عن شيء مشاهد، هي فعلا سخرت كل الإمكانيات لأيضا إيصال الجمهور السعودي إلى الدولة الشقيقة قطر، ولا فعلا الاستمتاع بكل الفعاليات والأحداث اللي المتوقع أنها تكون استثنائية في هذه النسخة. يعني شفت شاشة المغادرون، الطيارات المغادرة من جدة ومن الرياض، اللوحة كلها قطر غطر غطر كلها. نعم كل الطيران 18 محمد من الرياض، بس من الرياض فقط كل الطيران السعودية للدوحة. الصالة بس التوضيح، الصالة رقم 3 اللي تم افتتاحها في مطار الملك خالد الآن خصصت جميع رحلاتها إلى قطر. شفت اللوحة كلها. اي هذه جديدة، واللي 18 رحلة في 18 رحلة في اليوم. منتشرة مال الطيران. اي هذه لا مش قصدك كاريكاتير. طائرات نزول كثرة الطائرات. قصدك كاريكاتير. لا هذه يعني لا هذه كاركاتير. لا اسمحوا لا في نظام برنامج. بس بوضح له، هذا كاركاتير يقول لك اتجاه انظار العالم كلهم على قطر، وراح يجونك العالم عندك استضافتهم في قطر. يعني هذا مو حقيقه اللي بنشوفه؟ لا بس بهالطريقه عاد وش الطريقة؟ هنا فوتوشوب. بالله هذا العالم في تواصل في كل مكان. احمد هذه رمزيه ان الان الانظار على قطر، الاتجاه الى قطر في كل مكان. هي رسمه مثل اللي يعطيك في الشعر وفي المدح. لكن لا في قصدي نفس نظام برنامج اذا تعرف طيران. هذه تعرف انت ممكن تشوفها بس مش حتى بهذه الطريقه. يعني شفت هذا قلت هذا وين بندور عليه ولا احنا يعني الطائرات هذه بتروح ما شفناه. الاخ محمد في المطار هناك مسؤول كبير. بالله يعرف الطيارات جات ولا ما جات. طبعا خالد، اول شيء الحمد لله على السلامه على المنتخب السعودي وصوله بلد الثاني الدوحه، وهي مو غريبه عليه. ايضا المنتخب السعودي لديه فرصه تاريخيه انه كاس العالم صارت بارضه، يعني الدوحه تنحسب ايضا ارض بالنسبه للمنتخب السعودي. ايضا فرصه تاريخيه للاعبين انه يبدعون امام جماهيرهم. منطقه مو غريبه عليهم، وكان سابقا كانت ممكن الترحال بالدول اللي كانت تصير بها كاس العالم، كانت ممكن يحسون بعض الصعوبات، تغيير الطقس، السفر لهاي البلدان، طبيعه الاكل، طبيعه الهاي. لكن اعتقد الان الاجواء جميلة جدا. أيضا خالد لا ننسى يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني في موضوع أنه قطر سمحت لنا لأول مرة في تاريخ المنطقة أنه كل بلدان العربية تستضيف منتخبات عالمية في بلدانها وتلعب وياها. إذا كانت العراق والكويت، ولو الكويت يعني نزلوا يومهم ما لعبوا وياهم، الإمارات، عمان، أردن. أعتقد هذا الشيء حدث تاريخي يصير، أنه كل المنتخبات اجت وحضرت، وأكثر المنتخبات استمتعوا. يعني أنا واحد من الناس، يعني حتى الإعلام، بعض الإعلام العراقي خالد، أنه قالوا العراق لعب كاس